اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنشوف مع بعض طريقة قص الشعر المدرج الطويل بطرق سهلة جدا للمحترفين وكمان لست البيت اللي اول مرة تقص شعرها في البيت. هتلاقي طرق سهلة جدا ليكي، وفي كل دقيقة هتلاقوا المزيد من طريقة تعلم قص الشعر المدرج. تعالوا نشوف الفيديو بس بعد الفاصل الصغير ده، خليكم معانا. معاكم قناة عالم ايمي ويومياتها. لو اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الحصرية على القناة. ورجعنا لكم من جديد. زي ما احنا شايفين هنبدأ نقص الشعر. طبعا لازم اساسيات للشعر، الشعر يكون مبلول، ونبدأ نقص منطقة القصة او الجزء الامامي للشعر زي ما انتم شايفين كده على قدام، ونبدأ ناخد خصلة خصلة وندرجها بالشكل دوت بزاوية بالشكل دوت. دي طريقة قص الشعر المدرج على شكل 7. طبعا دي بتنفع جدا للشعر الطويل، بيبقى شكلها جميل جدا. الناس اللي بتبقى محتارة ازاي تقص شعرها الطويل دوت ومش عايزة ان هو يقصر معاها، طريقة التدريج حلوة جدا وبتدي شكل جميل وبتدي فوليوم. وطبعا تقدري ترطبي الشعر وتغذيه زي ما انتي عايزة. هنتابع مع بعض بقية الفيديو واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. لو اول مرة تتابعونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لنا تعليقاتكم الجميلة تحت الفيديو، وانتظروا مننا مزيد من الفيديوهات الجديدة والحصرية على القناة. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة السهلة لكل ست بيت لقص الشعر الطويل المدرج. اول حاجة هنقسم الشعر جوانب والقصة الامامية زي ما احنا شايفين، هنلمهم بتوجة بالشكل ده ونبدأ نشوف الطول اللي احنا عايزينه، وبعد كده نبدأ نجيب طرف المقص ونعمل سبعات كده بالشكل اللي انتوا شفتوه من شوية، ونبدأ ناخد الجزء الاخير من الشعر تمام ونبدأ نقصره بالشكل اللي احنا عايزينه او قرب الجزء اللي احنا قصيناه. زي ما انتم شايفين بيبقى القصة والجوانب اقصر من الجزء اللي هو التاني الاخير اللي احنا شفناه، وزي ما انتم شايفين هيطلع معانا الشعر مدرج بسهولة ومش هتحتاجي ان انت تروحي لكوافير ولا اي حاجة. ولو حابة ان انت تدرجي الجوانب تاني بتبدأي ان انت تقسمي جزئين بالشكل دوت وتظبطيهم على مقاس بعض، وهديكي الشكل التحفة اللي انت شايفاه. وبكده تقدري تقصي شعرك في البيت بمنتهى السهولة، وتعملي بقى استشوار وتلفيه سوست هيطلع معاكي بالشكل ده.
Mm-hmm.